بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمني بما تنفعني وانفعنا اللهم بما علمتني وزدني علما. إن شاء الله النهاردة هنحل 3 أمثلة بس على اللوب. ممكن نعمل فيديو كمان نحل فيه برضو كذا مثال. عندنا أول مثال، لو عايزين نطبع الشكل ده على الشاشة هنعمله ازاي؟ اللي هو كده يبقى نجمة، نجمتين، 3 نجوم، نظام هرم يعني. نعمله ازاي كده باللوب؟ حاول تفكر فيها وتعمل الكود، وبعدين ارجع للفيديو. ماشي. احنا في الأول هنعرف متغير اسمه رو. ده الصف بتاعنا، هنديله رقم. احنا عايزينه يوصل لحد كام؟ لحد 5 نجوم مثلا، زي آخر صف كده. فهنقول له ده بيكوال 5. تمام. وبعدين نشتغل الفور بتاعتنا. نقول له انت اي تيكوال 1، والاي أقل من أو تساوي عدد الصفوف اللي أنا عايزها، يعني هتوصل لحد الرو. تمام. هنقول له بلس بلس الاي، وبعدين نفتح قوسين ونقول له هنعمل فور تانية تمشي على الأعمدة. تمام. هنقول له ده انت جي، وهتبدأ من الواحد، وجي أقل من أو تساوي إيه بقى؟ أنا عايز يطبع في الصف الأول 1. طب الصف التاني 2، إزاي أقولها 2؟ أنا هنا عندي اللفة الأولى ب1، اللفة التانية ب2. فأنا لما أقول له أي على طول، هي الأي اللي هتتغير في كل مرة، هتبقى ب1 وتبقى ب2 وتبقى ب3 وتبقى ب4. فاهمني؟ وبعدين أقول له بلس بلس جي بس، وطبع لي في كل مرة النجمة مثلا اللي هنعملها دي. ماشي. ونيجي بعد الفور دي عشان تنزل سطر بعد عدد النجوم، يعني كتبت في أول سطر نجمة، عشان ينزل تحت يكتب النجمة اللي بعدها لازم نعمل قوس وتسرية رايت لاين. كنترول في 5. بص ظهروا في سطر واحد كده تحت بعض. لازم نعمل دي رايت عشان يعمل النجوم في سطر واحد، ما يكتبهمش تحت بعض كده. بص، ظهرت معانا الهرم اهي. فهمنا الكود. تعال نشوف كده المثال التاني مع بعض. بيقول لك إيه المثال التاني؟ لو عايز اعرف، خلينا ناخد كده المثال التاني. المثال التاني بيقول لك ايه؟ لو معايا رقم عايز اعرفه الرقم ده برايم ولا لا. يعني ايه برايم؟ يعني عدد اولي. عارفين يعني ايه العدد الاولي؟ اللي هو بيكبر الجسم على نفسه وعلى الواحد بس. ده العدد الاولي. يبقى العدد الاولي اللي بيكبر الجسم على نفسه وعلى الواحد. طب ازاي اعمل الكود ده ازاي؟ ازاي ادخل رقم واعرفه ده بيكبر الجسم على الواحد وعلى نفسه ولا لا؟ يبقى نعمل متغير اسمه نم. هنقول له مثلا ده اللي عايزين نجيب له اللي نعرف انه عدد اولي ولا لا. هنقول له ده 6، رقم 6، اي رقم يعني. وبعدين نعمل انت كاونت. هنقول له ده بيكوال 0، وهنعرف عملنا ليه. هنعمل بقى الفور بتاعتنا. هنقول له انت الاي تيكوال 1، والاي لحد النم ده. تمام. بلس بلس الاي. هاجي اقول له انا بقى اقول له لو الرقم ده، فهاجي انا اقول له بقى لو الرقم ده موديولس الاي ايكوال 0، يعني بقى الجسم 0. هتعمل ايه؟ هتخلي لي الكاونتر ده بيساوي بيزود لي عليه 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا شفت الرقم ال6 ده على الواحد بكام؟ ما هو موديلس الواحد بكام؟
بصفر، فيروح مزود لي الرقم ده بواحد. هيجي اللي ايه، الاي دي هتبقى باتنين، يروح يقول لك النم وادرس الاتنين بكام؟ بصفر، يروح مزود لك الكاونتر باتنين. يطلع بقى من اللوب. خلاص طلع من اللوب، فانا هقول له اف لو الكاونت ده ايكوال اتنين، يبقى الرقم بتاعنا برايم. إلس نوت برايم. أعيد الحتة دي تاني عشان الناس ما فهمتش. هنا بقول له الرقم ده الستة موديولس الواحد بيكوال صفر. لو أيوه يروح يزود لي الكاونتر ده هيبقى بواحد، بدل الصفر هنا تبقى بواحد. طيب هيجي يلف في اللفة التانية، الأي هنا هتبقى باتنين. فلما أقول له النم الستة موديولس الاتنين بصفر، بصفر، زود لي الكاونتر باتنين. خلاص هيطلع بره اللوب. هيجي هنا يلاقي الكاونتر باتنين، باتنين. كده باتنين يعني ايه؟ يعني هو بيقبل الجسم على نفسه، تمام، وعن واحد. بس كده الرقم ده برايم. طب تعالى ندوس كنترول في خمسة كده نشوف الستة برايم ولا لأ. بسم الله. الستة نوت برايم. طب نشوف التلاتة. التلاتة برايم. طب الاتنين. الاتنين برايم. طب التسعة. التسعة المفروض إنها برايم. هنشوف كده. نوت برايم. أنا اللي غلطان بقى. التمانية نوت برايم برضه. تمانية نوت برايم. بص كده السبعة، سبعة برايم. خمسة والسبعة برايم. هتطلع نوت برايم. برايم يعني. فهمنا فكرة البرايم. بس كده. تعال نشوف كده المثال التالت والأخير معانا اللي جالي في الامتحان ده ومعرفتش أحله. بيقول لك إيه بقى، لو عندك رقم اليوزر دخل رقم مثلا وليكن واحد اتنين تلاتة أربعة. قال لك عايزك إيه، الرقم ده تخليهولي واحد زائد اتنين، تمام، زائد تلاتة زائد أربعة. تعرف يعني تفنط لي كده الأرقام دي تجمعهم لي. حاول تفكر فيها. طيب هنقول لليوزر دخل لي انتر، انتر ذا نمبر، تمام. لما يدخل الرقم ده هنقول له انت نم، انت دوت بارس زي ما اتعلمنا. هنيجي نقول له ايه بقى، بعدين هنقول له انت صم، ده مجموع الارقام، مجموع الديجيت دي اللي هنجيبها. هنقول له ايه بقى، نعملها بفور؟ لا، قال لك تعملها بوايل. ليه بوايل طيب؟ ما احنا اصلا مش عارفين البدايه بتاعتنا فين ولا النهايه فين، ما نعرفش هنلف كام مره، ما نعرفش اليوزر ده هيدخل كام ديجيت، كام مره، شايف كام مره. فاحنا هنعمل بوايل، دي فايدة الوايل لوب. هنقول له لو النم ده أقل من الصفر، قصدي طول ما هو أكبر من الصفر، خليك شغال، تمام. هنيجي نعمل إيه بقى، فهنيجي نقول له إيه بقى، نعرف متغير، نقول له انت ديجيت. هنقول له الديجيت ده بيكوال إيه بقى، احنا عايزين نجيب آخر رقم. يعني عندنا واحد اتنين تلاتة أربعة، عايزين نفصل الأربعة دي. قالك هتفصلها إزاي؟ قالك أنت لو خدت الرقم ده كله اللي هو واحد اتنين تلاتة أربعة وقلت ده موديولس العشرة، إيه الناتج هيكون إيه في الأربعة دي الأخيرة. يبقى موديولس عشرة بتجيب لك آخر ديجيت. موديولس عشرة بتجيب لك آخر ديجيت. فإحنا هنيجي هنا في الديجيت ده وهنقول له النم بتاعنا موديولس العشرة. بس يبقى أنت جبت الإيه،
آخر رقم، فنروح عاملين إيه، نقول له الsum plus equal digit. يعني جبت ال10 اللي هي إيه، مش جبت ال10 مودولس 10، فالرقم بقى 4، فإحنا هنحط في الsum هنا 4، وبعدين عايزين بقى نطيّر الإيه، نشيل ال4 دي، عايزين نمسحها خالص، ما إحنا خلاص جمعناها. نمسحها إزاي؟ قال لك هتقسم الرقم على 10 عشان تشيل آخر رقم، تقسم الرقم ده على 10 بس، وفي الآخر تيجي تقول له CW اجمع لي الsum، اطبع لي قصدي الsum، تيجي نشوف كده يطبع بكام، المفروض يطبع ب10 باين، صح؟ مش 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 ب10. enter the num، هندخل كام؟ 1 2 3 4، شايف طلع ب10. يبقى أنت فهمت الفكرة؟ يبقى أنا عملت الdigit ده عشان أجيب الرقم الأخير اللي هو ال4 ده، ماشي؟ جبته، وبعدين رُحت جامعه على الsum اللي هو ب0، أنا قُلت هاجيب في المجموع، بقت اتغيّرت الإيه، الsum دي بقت بكام؟ بقت ب4 بعد ما جبت آخر digit، وبعدين هيلِف اللفة التانية بعد ما أقسم على 10، قسمت على 10 خلاص بقى الرقم بتاعي 1 2 3، أروح أعمل إيه موديلس 10، أروح إيه بقت 3 هنا، فاهم؟ يقسم على 10 تاني، أروح مطيّر ال3 دي، وبعدين هنا تبقى 2، وبعدين تبقى ب1. وصلت لك الفكرة؟ طب ليه استخدمنا الwhile؟ قُلنا عشان ما نعرفش البداية ولا النهاية. طب فين الزيادة اللي إحنا اتكلمنا عليها المرّة اللي فاتت؟ مش كنا بنقول على طول plus الi، صح؟ مش كنا بنقول plus الi على طول؟ فين هي؟ إيه اللي بيخلّي اللوب بتاعي يتحرك؟ قال لك السطر ده. طب إزاي بيتحرك؟ آسف قصدي السطر ده، إزاي بيتحرك؟ ما قال لك الرقم هنا بيتغيّر، يعني في الأول كان 1 2 3 4، بعدين جيت شِلت ال4 الرقم اتغيّر، فييجي يسأل هل الرقم ده أكبر من الزيرو؟ يقول لك أيوه، يشتغل تاني، وهكذا. فهمت الفكرة؟ ركّزوا عليها. وبس كده، ده الفيديو بتاعنا النهارده، فيه 3 أمثلة مهمين، وممكن نعمل فيديو كمان برضه نشوف كام مثال تاني إيه، أفكار ممكن تيجي في الامتحان. وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.